الناس كانت بره اه فاكره ان احنا سباحين، اه واحنا كنا في بنحافظ خناقه على مايوهاتنا. بالظبط. اللي هو يا صح. جماعه انا موجتين زياده وهطلع من غير المايو فسيبوني عشان اعرف اظبط نفسي عشان اطلع كويس. في وقت من الاوقات ما كانت الدنيا الموضوع بتاع الشغل ده او الشغل او الدراسة او اللي هي الترفيه كان بسيط. مم. طبعا احنا مش في الجيل القديم بتاع اللي كان بيلعب في الشارع وبتاع، ما حضرناش احنا. يعني انا لعبت في الشارع شويه، لا انا ما لحقتش. اصل احنا كنا بنروح نصيف في راس البر. اه فراس البر دي كنا ننزل بعد العصر كده، نزلونا الشارع زي الحيوانات بقى نزلوا فاهم، ويفضلوا واقفين لنا في الشباك لغايه المغرب مثلا، اطلع الساعتين 3 دول كنا بنلعبهم. بص، لا هو كان يعني مثلا ايه اللي ممكن لحقت اسكندريه اللي هو مم. ايه، كانوا يودونا الشاطئ بتاع المنتزه ده. لو انزل البحر انت ما بتطلعش الا احنا مروحين. بتقفل البحر وتطلع. انت فاهم اللي هو، وتبدا تحس من كتر ما انت واقف في الموج ان انت الموج لسه شغال. اه يعني انت مروح نايم في السرير، انت رايح جاي مع الموج لسه. فكرة اصلا انك تطلع من البحر مبلول فتتمرمغ في الرملة وبعدين تنزل تغسل الرملة دي لوحدها كان حاجة يعني انا كنت بكره مرضية الرمله. قوي. لا كنت بكره الرمله. بس احنا برضو بنتمرمغ يعني، اخر سفريه لينا مع بعض في بحر، اتمرمطنا. مرمطنا قوي. اتهزقنا جامد بصراحه. الناس كانت بره اه فاكرة ان احنا سباحين، اه واحنا كنا في بنحافظ خناقة على مايوهاتنا. بالظبط. اللي هو يا جماعة صح. انا موجتين زيادة وهطلع من غير المايو فسيبوني عشان اعرف اظبط نفسي عشان اطلع كويس. لا والله كنا بنطلع تحت الميه، وكانت قبل زراعه الشرف كان عندنا القرعه دي، فنقول يا رب دي تبقى راسه. فالحمد لله. هي فاضية اه ما فيهاش شعر بس هي ايه. هنعرف دلوقتي.